دردشتنا اليوم من البدء في تربية النحل وإدارة المنحل. طبعا بناء على الدرس السابق والمعلومات السابقة نبدأ اليوم مع أخونا المربي المبتدئ في بداية تربية النحل، وقلنا طبعا الأفضل أن يبدأ في بداية الانطلاقة الربيعية. طبعا أخي المربي انتبه تماما إلى هذه النقاط، تكون نقطة البداية صحيحة، فإذا كانت البداية صحيحة يكون ما يليها هو صحيح. أصبح لديك خلايا نحل اشتريتها، وأصبح لديك بعض الخبرة أنك يمكن أن تتعامل معها. تبدأ في بداية الربيع، بداية الانطلاقة الربيعية، باختيار مرعى جيد لنحلك، موقع جيد لنحلك كما أشرنا لك في الدرس السابق، يتناسب مع تربية النحل. الموقع قريب عليك أيضا في الزيارات، فتبدأ تضع خلاياك في الموقع. تبدأ بالكشف على هذه الخلايا، معرفة صحة النحل. الغاية من الكشف طبعا معرفة صحة النحل، معرفة الكثافة النحلية، معرفة المقدرات الغذائية الموجودة ضمن هذه الطوائف التي تم شرائها من مناحل الغير، وتبدأ معها تشيك على صناديقك. أنت اشتريت خلايا بها صناديق، هل هذه الصناديق جيدة؟ هل هذه الصناديق تحتاج صيانة؟ إذا احتاجت صيانة نقوم بعمل صيانة لها أو تبديلها بصناديق جديدة، ما في أي مشكلة. فبدأنا بتقييم النحل الموجود لدينا، معرفة حالته، هل هو مصاب بفروة أو لا. أول شيء نعمل تيست فروة، لأنه طبعا عندما أقتني نحل في البداية لا أعرف هل صاحبه قام بمكافحة أو ما قام بمكافحة فروة، فبالتالي أنا لازم أتأكد قبل ما أنشط وأحفز. ليش؟ لأنه الفترة هذه تعتبر جيدة جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني عشاق النحل في العالم، حياكم الله. الإخوة في أكاديمية النحالين المحترمين، حياكم الله. بداية أشكر الإخوة الأساتذة المدراء والمشرفين، وإخواني الإخوة الأعضاء مبتدئين ومحترفين، حياكم الله وبارك الله فيكم جميعا. أشكر أخي أبو حمدان، أخي أبو الحسن، أخي أبو طلال، كلكم ما شاء الله عليكم أساتذة وأفضل مني، ولكم كل الاحترام والتقدير. كما تعودنا أن يكون لنا كل أسبوع دردشات نحلية في موضوع تربية النحل وإدارة المناحل، وقد تطرقنا في الدرس السابق أو الدردشة السابقة إلى التعريف بالنحل، النحل والإنسان، حياة النحل والإنسان، تاريخ النحل، معرفة شكل النحلة أو مورفولوجية النحلة وأعضائها وتشريحها، وكيف يربي الإنسان النحل أو كيف يتعامل مع النحل، ومن أين يشتري النحل وكذا. ووصلنا إلى مرحلة في الدرس السابق إلى أن كيف يشتري الأخ ومن أين يشتري النحل. فارتأينا اليوم أن نبدأ دردشة اليوم في موضوع إدارة المنحل، لأنه طالما الأخ المربي أصبح لديه معرفة بالنحل ومن أين يشتري النحل وكيف يشتري النحل وكيف يحصل على الخبرة، فأصبح واجب عليه لزاما أن يبدأ في تربية النحل وإدارة منحله. طبعا بداية الانطلاقة الربيعية يكون عندي الكثافة النحلية قليلة، توسع عش الحضنة أيضا هو قليل، فلذلك الأجواء معتدلة، فلذلك تكون هذه أفضل وقت لمكافحة الفروة. فأي نحلة تشتريه من مكان ما تعرف عنه أي حيثيات ولا أي معطيات، أول شيء يجب معرفة صحة النحل من الأمراض ومن المتطفلات. فكل ما هنالك أقوم بعمل تيست فروة للنحل. تحديد الإصابة، تحجيم الإصابة مهم جدا للغاية، معرفة كيف نقوم بعمل تيست فروة. نفترض مثلا اشتريت أن الخلايا في البداية على شكل طرود 5 أقراص، كثافة نحلية مع ملكة، يعني 5 أقراص تكاد تكون عندي عدد النحل الموجود فيها من 10 إلى 15 ألف نحل. كل ما هنالك أحضر ورقة بيضاء أقوم بدهانها بزيت الفازلين أو أي من الزيوت أسفل الشبك، وأضعها أسفل الأقرص لمدة 24 ساعة. بعد 24 ساعة يتم سحب هذه الورقة عفوا، وعد ما بها من حبات فروة متساقطة. طبعا العلوم والأبحاث أشارت أن هناك تساقط يومي تقريبا نسبة 1%، فبناء على العدد الموجود على الورقة يتم ضربه في 100. يعني فرضا لو وجدت عندي مثلا
طبعا بداية الانطلاقة الربيعية يكون عندي الكثافة النحلية قليلة، توسع عش الحضنة أيضا هو قليل، فلذلك الأجواء معتدلة، فلذلك تكون هذه أفضل وقت لمكافحة الفروة. فأي نحلة تشتريه من مكان ما تعرف عنه أي حيثيات ولا أي معطيات، أول شيء يجب معرفة صحة النحل من الأمراض ومن المتطفلات. فكل ما هنالك أقوم بعمل تيست فروة للنحل. تحديد الإصابة، تحجيم الإصابة مهم جدا للغاية. معرفة كيف نقوم بعمل تيست فروة. نفترض مثلا اشتريت أن الخلايا في البداية على شكل طرود 5 أقراص، كثافة نحلية مع ملكة، يعني 5 أقراص تكاد تكون عندي عدد النحل الموجود فيها من 10 إلى 15 ألف نحلة. كل ما هنالك أحضر ورقة بيضاء أقوم بدهانها بزيت الفازلين أو أي من الزيوت أسفل الشبك، وأضعها أسفل الأقرص لمدة 24 ساعة. بعد 24 ساعة يتم سحب هذه الورقة عفوا، وعد ما بها من حبات فروة متساقطة. طبعا العلوم والأبحاث أشارت أن هناك تساقط يومي تقريبا نسبة 1%. فبناء على العدد الموجود على الورقة يتم ضربه في 100. يعني فرضا لو وجدت عندي مثلا 15 حبة، تضرب في 100 يعني 1500 حبة فروة موجودة عندي بهذه الخلية أو بهذا الطرد. طيب كم النسبة تكون هنا قياسا لعدد النحل؟ تكون النسبة عندي 10%. هذه تعتبر استفحال في إصابة الفروة، فلذلك يجب المكافحة فورا بأي من المواد الطبيعية. لا نستخدم مواد كيماوية أبدا في مكافحة الفروة. طبعا اخواني الافاضل، انا اشرت هنا لمكافحة الفروة تكاد تكون مبكرة او يراها البعض انها مبكرة، لكن هذا اجراء احترازي عند اي اخ يبدأ في تربية النحل. ونحن قلنا نتعامل في هذه الدردشات كما انه لو لم نعرف تربية النحل من البداية، ونبدأ تربية النحل من الألف للياء. فإذا كانت البداية صحيحة يكون الأمر صحيح. فلذلك أشرت إلى موضوع تأكد عدم إصابة النحل من أمراض، تأكد عدم إصابته من فروة النحل. فبعد معرفة التيست الفروة أقوم بالمكافحة باستخدام مثلا الفورميك أسيد، الأكزوليك أسيد، الثيمول، المنتول، بحسب الجرعة وحسب الكمية الموجودة عندي وحسب الأجواء. هذه النقطة المهمة جدا، التأكد من صحة النحل وعدم إصابة النحل بالمتطفلات. هذا شيء مهم، لأنه لو كان عندك نحل مريض، عندك نحل مصاب بالفروة، مهما تحفز فيه مهما تنشط فيه، أنت كأنك يا أبو زيد ما غزيت، ما استفدت أي شيء من هذا الأمر. فلذلك إخواني الأفاضل، كل مربي نحل في البداية لابد أن يتحرى هذا الأمر. وهذا الأمر أيضا نستخدمه مع الطرود. عندما نحصل على طرود لا نعرف أصلها أو فصلها، نقوم بوضعها في معزل والكشف عليها ومعرفة صحة النحل من الأمراض ومن الفروة ووضع الملكة. إذا لقينا الطرد جيد نقوم بضمه بعد ذلك إلى المنحل، نأتي به إلى المنحل. أما بداية نأخذ الطرد في مكان بعيد، وليكن حتى لو على سطح البيت في بلكونة بيت لمدة أسبوعين 3 شهر، نتأكد منه أنه هو جيد ما عنده مشكلة، ثم بعد ذلك نضعه في المنحل. أما لو كان فيه مرض فبالتالي لو نقلناه مع المنحل أو وضعناه مع المنحل سيكون هذا بؤرة عدوى للنحل. لذلك دوما نقول للإخوة لا تتهافتوا على الطرود الغير معروفة أصلها وفصلها والتي ليس لديها أي رصيد وراثي. المهم في الطرود اللي هي نقوم بعمل تقسيمات ضمن ضوابط علمية ومعروفة. طبعا أخواني الأفاضل، بعد معرفة فحص تيست للفروة، فإذا كانت الإصابة مثلا نسبة 1% ما في أي مشكلة، لا تشكل أي خطورة. أما إذا وصلت الإصابة نسبة 3% فتستدعي مكافحة الفروة. فأبدأ مكافحة الفروة كل أسبوع مرة بالفورميك أسيد أو المنتول أو الثيمول أو الأكزوليك أسيد حسب المتاح عندي في بلدي. وفي نفس الوقت أيضا لا أنسى الأعمال الأخرى، لأننا في بداية الانطلاقة الربيعية يكون عندي زيارة للمنحل كل 3 أيام، لأنه في بداية الانطلاقة الربيعية النحل يمر بمرحلتين: مرحلة البناء ومرحلة الجناء. مرحلة البناء
تعني بناء الطوائف والوصول إلى كثافة نحلية عالية. ومرحلة الجناء اللي هي مرحلة الفيض، عندما يدخل النحل في موسم الفيض يكون انوجد عندي رحيق، أبدأ أشتغل بوجه طوافي في مرحلة الفيض. فكل مرحلة أتعامل معها حسب معطياتها وحسب مؤثراتها. فهنا قلنا الزيارة تكون للمنحل في بداية الانطلاقة الربيعية كل 3 أيام. أقدم تغذية قليلة، كميات قليلة في فترات متقاربة. يعني كل 3 أيام أقدم مثلا ربع لتر للخلية، لأنه أنا الآن أمام خلايا صغيرة اشتريتها مثلا 5 أقراص، تحتاج مني ربع لتر أو نصف لتر فقط. مجرد تحفيز وتشجيع وحث الملكة على وضع البيض. طبعا هذا الأمر لابد أن يكون يرافقه أن أرى النحل يجلب غبار طلع، وأركز هنا على غبار الطلع، وأركز على منطقة المنحل يجب أن يكون فيها غبار الطلع. غبار الطلع هو العمود الفقري في تربية النحل. بدون غبار طلع لا تقدم في الطوائف ولا تقدم في الكثافة النحلية. طبعا اخواني الافاضل، انا اشرت هنا لمكافحة الفروة تكاد تكون مبكرة او يراها البعض انها مبكرة، لكن هذا اجراء احترازي عند اي اخ يبدأ في تربية النحل. ونحن قلنا نتعامل في هذه الدردشات كما انه لو لم نعرف تربية النحل من البداية، ونبدأ تربية النحل من الألف للياء. فإذا كانت البداية صحيحة يكون الأمر صحيح. فلذلك أشرت إلى موضوع تأكد عدم إصابة النحل من أمراض، تأكد عدم إصابته من فروة النحل. فبعد معرفة التيست الفروة أقوم بالمكافحة باستخدام مثلا الفورميك أسيد، الأكزوليك أسيد، الثيمول، المنتول، بحسب الجرعة وحسب الكمية الموجودة عندي وحسب الأجواء. هذه النقطة المهمة جدا، التأكد من صحة النحل وعدم إصابة النحل بالمتطفلات. هذا شيء مهم، لأنه لو كان عندك نحل مريض، عندك نحل مصاب بالفروة، مهما تحفز فيه مهما تنشط فيه، أنت كأنك يا أبو زيد ما غزيت، ما استفدت أي شيء من هذا الأمر. فلذلك إخواني الأفاضل، كل مربي نحل في البداية لابد أن يتحرى هذا الأمر. وهذا الأمر أيضا نستخدمه مع الطرود. عندما نحصل على طرود لا نعرف أصلها أو فصلها، نقوم بوضعها في معزل والكشف عليها ومعرفة صحة النحل من الأمراض ومن الفروة ووضع الملكة. إذا لقينا الطرد جيد نقوم بضمه بعد ذلك إلى المنحل، نأتي به إلى المنحل. أما بداية نأخذ الطرد في مكان بعيد، وليكن حتى لو على سطح البيت في بلكونة بيت لمدة 2 3 شهر، نتأكد منه أنه هو جيد ما عنده مشكلة، ثم بعد ذلك نضعه في المنحل. أما لو كان فيه مرض فبالتالي لو نقلناه مع المنحل أو وضعناه مع المنحل سيكون هذا بؤرة عدوى للنحل. لذلك دوما نقول للإخوة لا تتهافتوا على الطرود الغير معروفة أصلها وفصلها، والتي ليس لديها أي رصيد وراثي. المهم في الطرود اللي هي نقوم بعمل تقسيمات ضمن ضوابط علمية ومعروفة. عند الجلوس بعد الكشف ضمن المدونات التي دونتها والمعلومات التي عرفتها من خلال الكشف، وجدت أنا عندي 10 خلايا اشتريتهم للبدء في مشروع تربية النحل. وجدت عندي مثلا 7 خلايا متقدمة، الحضنة ممتازة، الملكة تبيض، لديها قرصين أو 3 حضنة، لكن بالمقابل عندي 3 خلايا الملكة متعثرة، بيضها قليل، مبعثر، غير منتظم، غير كذا. أدعم هذه الخلايا بقرص حضنة وأستعد لتغيير ملكتها. من مين طيب أغير ملكتها؟ إذا كان عندي شخص ثقة مثلا مثل أخونا أبو طلال، أخونا أبو الحسن، أبو حمدان، وهو محترف وأقدم مني في تربية النحل وعنده انتقاء وانتخاب، أقول له أخي أبو طلال أنا بحاجة إلى 3 ملكات من عندك، تكون ملكات جيدة. ليش يا ابو انس؟ والله عندي 3 خلايا متاثره في التقدم واشك ان ملكتها تعبانه فاريد تغييرها. فلانه انا ما زلت مبتدئ، لم اتمكن من تربيه ملكات، ما عندي خبره، ما عندي خلايا منتخبه قديما ولديها رصيد عندي حتى اربي منها. هذه الخلايا ما زالت عندي لم تكمل الشهر. واكرر، نحن الان نخاطب نحال عمره شهر في تربيه النحل، ما عنده خبرة طويلة وما عنده ملكات احتياطي، ما عنده بنك ملكات ولا عنده أي شيء، نحال بسيط جدا في بداية تربية نحله. فيقوم بتبديلها ملكاتها من عند أخونا أبو طلال، أخونا أبو الحسن، أبو حمدان، أي من الإخوة القدامى في تربية النحل حتى يصير منحله بتوازن. طبعا هنا أخواني الأفاضل نحن نخاطب أخونا المبتدئ الذي يرغب في الانخراط جديدا أو حديثا في قطاع تربية النحل أو في مهنة تربية النحل. فقلنا طبعا
طبعا عمل تيست للفروة. الزيارة للمنحل تكون كل 3 أيام، لأنه في عندي تغذية تحفيزية فكميات قليلة فترات متقاربة، يعني زيارة أغذي وزيارة أكشف على النحل. طبعا مع الاستمرار والانتهاء من مكافحة الفروة والاستمرار بالتغذية ستبدأ الطوائف عندي في التقدم وتزداد الكثافة النحلية وتبدأ الملكة في التوسع في عش الحاضنة. هنا أثناء فترة النشاط هذه سأواجه ظاهرة من سلوك النحل وهي التطريد. فانتبه أخي المربي إلى هذه الأمور، ستجد بعض الخلايا قامت ببناء بيوت ملكية. فكيف تحد من التطريد في مخاضه؟ عمل توسعة، إضافة قرص أساس شمع جديد. أضع القرص رقم 2 أو 3 حسب كثافة النحل. أتخلص من هذه البيوت الملكية، لأني أنا بدأت بشراء خلايا مثلا 5 خلايا أو 10 خلايا وبدأت معها، ما زلت لا أعرف محتوياتها من الرصيد الوراثي، فلذلك لا أعتمد على هذه البيوت الملكية مبدئيا. فأقلل من التطريد وأحد من التطريد. طبعا نحن نتحدث عن الخلايا الحديثة لانجستروس، سهل جدا التحكم فيها والحد من التطريد في مخاضه. طبعا إخوانا الأفاضل لا تنسى أبدا الورقة والقلم. كونك مبتدئ في تربية النحل لابد أن تسجل كل كبيرة وصغيرة، لأنه أمامك مراحل ستحتاج منك الرجوع إلى هذه المدونات: نشاط الخلايا، تقدمها، منحنى الحاضنة في هذه الخلايا الموجودة لديك. هذه الخلية تتقدم جيدا، هذه الخلية تتعثر. أسجل كل كبيرة وصغيرة حتى أعالج الأمور باستمرار. أثناء فترة التحفيز والتجييش وجدت أن هناك خلايا متقدمة، وجدت أن خلايا متعثرة، يجب معرفة سبب التعثر، سبب عدم التقدم. هل فيها مرض؟ هل الملكة هرمة مسنة؟ هل لم تحظى على تلقيح جيد؟ الحضنة مزركشة، لا أرى فيها حضنة متراصة وجيدة. فبالتالي هذه النقاط كلها تسجل، وأجلس بعد الكشف وأقرر. طيب إخواني الأفاضل، نحن نسرد جميع الأمور التي تحدث في المنحل، ودوما نريد أن نتحدث بطريقة بسيطة مبسطة تطبيقية من داخل خلية النحل. لا نريد أن نتحدث أمور نظرية فقط، لا نريد أن نتحدث ونركز على الأمور العملية البسيطة، كما تفضل أخونا أبو طلال بشرح السلسلة السابقة، جزاه الله عنا كل خير. كانت سلسلة بسيطة جدا وسهلة، وكلنا استفدنا من أطروحاته العلمية، الله يبارك فيه ويجزيه عنا كل خير. فكلما كانت الأمور مبسطة يسهل على الأخ المربي التعامل. فهنا أخواني أنا غيرت الملكات المتعثرة فأنجزت خطوة أيضا، أصبح منحلي الآن يسير بالاتجاه الصحيح. ماشي أنا الآن في التحفيز، ما زلت في التحفيز. انتهيت من مكافحة الفروة، تأكدت أن ما عندي مرض نزيمة، تأكدت من صناديقي، أصبح نحلي ماشي تمام والأجواء عندي مواتية وعندي غطاء نباتي اخترته لنحلي جيد. بدأت الخلايا عندي تتقدم، بدل من أني اشتريتها 5 أقراص أصبحت تصل 7 8 أقراص 9 أقراص، ممكن منها يصل إلى 10 أقراص. طيب إخواني الأفاضل، نحن نسرد جميع الأمور التي تحدث في المنحل، ودوما نريد أن نتحدث بطريقة بسيطة مبسطة تطبيقية من داخل خلية النحل. لا نريد أن نتحدث أمور نظرية فقط، لا نريد أن نتحدث ونركز على الأمور العملية البسيطة، كما تفضل أخونا أبو طلال بشرح السلسلة السابقة، جزاه الله عنا كل خير. كانت سلسلة بسيطة جدا وسهلة، وكلنا استفدنا من أطروحاته العلمية، الله يبارك فيه ويجزيه عنا كل خير. فكلما كانت الأمور مبسطة يسهل على الأخ المربي التعامل. فهنا أخواني أنا غيرت الملكات المتعثرة فأنجزت خطوة أيضا، أصبح منحلي الآن يسير بالاتجاه الصحيح. ماشي أنا الآن في التحفيز، ما زلت في التحفيز. انتهيت من مكافحة الفروة، تأكدت أن ما عندي مرض نزيمة، تأكدت من صناديقي، أصبح نحلي ماشي تمام والأجواء عندي مواتية وعندي غطاء نباتي اخترته لنحلي جيد. بدأت الخلايا عندي تتقدم، بدل من أني اشتريتها 5 أقراص أصبحت تصل 7 8 أقراص 9 أقراص، ممكن منها يصل إلى 10 أقراص. طيب لو نظرنا إلى مرحلة التحفيز وبناء المنحل والاستعدادات في بداية الانطلاقة الربيعية، نجد أن سبحان الله في هذا الكون الذي كونه الله
سبحانه وتعالى تكون الأمور مرتبة كما نقول ترتيب رباني. فترة التحفيز تكاد تأخذ مني 40-45 يوم. عندها تبدأ النباتات في الأزهار أو تدفق الرحيق في الأزهار. يكون الخلايا وصلت عندي تجاوزت أكثر من 10 أقراص، ممكن يكون منها قسم وصل 12 قرص 13 قرص، وصلت كثافة نحلية جدا ممتازة، وخفت حدة التطريد، لأنه في فترة التحفيز وفي فترة النشاط يكون في عندي شدة في التطريد، يكون النحل لديه الميل للتطريد، وهذه غريزة فطرية وضعها الله في كل الكائنات من أجل التكاثر والاستمرار في الطبيعة. لا نقول أن التطريد عيب، لو لم يكن عند النحل التطريد ما كان في خلايا نحل موجودة في الطبيعة لحد الآن، فالنحل يتكاثر طبيعيا في الطبيعة ويستمر إلى وقتنا هذا، وكما قلنا النحل له آلاف مؤلفة من السنين على وجه المعمورة. طيب، نجد أن موضوع التوازن بين الطوائف مهم جدا للغاية. عمل توازن بين الطوائف من حيث الكثافة النحلية والمقدرات الغذائية داخل طوائف النحل، حتى لا يحدث عندي سرقة، لا يحدث عندي مشاكل، لا يحدث عندي تقاعس في خلايا وتقدم في خلايا أخرى، أجد خلية أصبحت 10 أقراص وخلية الثانية ما زالت على 3 أقراص أو تراجعت. أقوم بحل المشكلة فورا. والعمل في النحل لا يحتاج التأخير، يحتاج أن أكون سريع التفكير سريع التدبير، لا أترك المشكلة تتفاقم وأقول أصبر على هذه الملكة كمان شهر، أصبر عليها كمان شهر ونص. لا، ما عندي صبر على ملكة شهر ونص أو حتى أسبوعين متقاعسة متعثرة، لا ما أصبر عليها. طالما في عندي ملكة جاهزة أطلب أخي أبو طلال أعطيني ملكة. أقوم بتيتيم الخلية 24 ساعة، رفع الملكة القديمة منها المتعثرة وتركها 24 ساعة بدون ملكة. أقول له أخي أبو طلال بكرة أنا بدي الملكة منك، باخذها بكرة من أخي أبو طلال، بدخلها ضمن قفص بنتون موجود فيه قطعة بسيطة من الكاندي، أقوم بإدخالها في وسط الأقراص وأتركها لمدة 24 ساعة 48 ساعة حتى يتعامل النحل معها بتعاطف وهدوء. عندها يتم تحرير الملكة. الأمهات الكذبة هي عبارة عن عاملات وضع للبيض تنشط مبيضها في غياب الملكة، بسبب فقد الملكة لأي سبب ما، هرس الملكة من الأخ المربي عند الكشف عند إزاحة الأقراص، هرس الملكة، قتلت الملكة، الخلية ما فيها بيض حديث حتى النحل يقوم بتربية ملكات عفوا، تغافل الأخ المربي عنها ولم ينتبه إلا بعد فترة، ويقول أبو أنس ولا أبو طلال أنا عندي خلية ما فيها بيض ولا فيها حضنة، إيش أسوي؟ نقول له أول شيء هل في عندك بيض غير منتظم؟ وجود بيض غير منتظم أكثر من بيضة في العين السداسية وملتصقة بجوانب العين ليست موضوعة بنظام دقيق مثل بيض الملكة، هذه أول نقطة وأول شيء وأول دلالة أنك أنت تعرف أن في عندك أمهات كاذبة. طيب، خلية الأمهات الكاذبة كيفية التعامل معها حتى لا نضيع الوقت؟ البعض يشير إلى تجويعها، البعض يشير إلى نفض النحل 100 متر ويقول النحل السالح يعود والنحل المكذبات لا يعود وكذا وكذا. نقول هذا تضييع للوقت. العمل مع خلايا أمهات كاذبة هو تضييع للوقت. هذه الخلية نقوم بدمجها مباشرة. طيب، أخونا المبتدئ كيف يقوم بعملية الدمج؟ بكل بساطة يكون في عندك قفص نصف كرة، تختار خلية جيدة تقفز على ملكتها، تأتي بورقة جريدة مثقبة ترشها بالماء مثقبة وتضعها فوق هذه الخلية بعد رفع الغطاء الداخلي والخارجي، وتنقل الخلية الأمهات الكاذبة في عاسلة، صندوق يسمى صندوق العاسلة، هذا مفتوح من الجهتين يختلف عن صندوق الخلية، وتضعها فوق الخلية الأخرى. خلال 2-3 يبدأ النحل بالتحرك ودخوله من فتحات الجريدة والاختلاط ببعضه قليلا قليلا، فنجد أن خلال 48 ساعة 72 ساعة تكون الخلية قد تم دمجها وانتهى الأمر، نكون في نفس الوقت قوينا خلية واستفدنا من خلية الأمهات الكاذبة. وبعد أسبوع بعد أسبوعين نقوم بعمل تقسيمة جديدة مكان الخلية التي فقدناها بسبب الأمهات الكذبة. طيب، سبب تواجد الخلايا الأمهات الكذبة في المنحل ما هو السبب؟ هو السبب يعود إلى النحال بتقاعسه وإهماله وعدم التشخيص الصحيح وعدم الكشف الصحيح، عدم الانتباه للملكات بهرس ملكات أثناء الفحص، وعدم تدارك الموقف بسرعة
وعلاجه. فإذا عندما نقول أسباب تواجد خلايا بها أمهات كاذبة في المنحل، نقول السبب هو النحال الكسلان أو النحال المهمل الذي لا يتتبع بدقة خلايا. طيب أخوانا الأفاضل، أيضا تطرقنا لموقف الخلايا الأمهات الكاذبة، وأصبح المنحل عندي شغال ممتاز الحمد لله. أصبحت الخلايا عندي 12 قرص، 13، 10، يعني أصبحت لا بأس، الموقف جيد، وأصبح عندي ظواهر تدل أننا دخلت الموسم أو على أبواب وأعتاب الموسم. يعني بعد 10 أيام ممكن يكون عندي تدفق رحيقي جيد في الأزهار. أبدأ أوجه نحلي لجمع الرحيق. أبدأ المرحلة الأولى أو العمل الأول بإحضار عاسلات، صندوق عاسلة، وأرفع الأقراص ذات الحضنة المغلقة. كل الحضنة المغلقة أرفعها إلى الأعلى، الحضنة المفتوحة تبقى أسفل في بيت التربية مع الملكة. فبهذه الفترة طبعا أنا أكون انتهيت من مرحلة البناء. بهذه الحالة البعض يقول رفع أقراص الحضنة مع إنزال أساس شمعي جديد. لا، أنا أقول غير ذلك، أقول لا داعي لوضع أقراص شمعي هنا. احنا هنا توقفنا عن الأساسات، خلاص ضفنا الأساسات في المرحلة السابقة، وسأعود أقول كيف تضيف الأساسات. فلذلك هذه الفترة في حالة رفع الطابق الثاني ووضع الحاجز الملكي لا داعي لوضع أساسات شمعية حتى لا نجهد النحل. طبعا إخواني الأفاضل، كان المفروض أن أنا يعني أقول للأخ المربي أنت كيف تضع قرص الأساس، ومتى تضع قرص الأساس، وأين تضع قرص الأساس. في عجالة أيضا سأقول وما في أي مشكلة. وضع قرص الأساس هو في مرحلة التحفيز. كلما زادت الكثافة النحلية عن الأقراص الموجودة وأرى أن الخلية تحتاج قرص، أبدأ بوضعه. أين أضع القرص؟ أضع رقم 3. عادة يكون القرص الأول هو عسل، الثاني فيه عسل وغبار طلع، أضعه بعد بين غبار الطلع وبين الحضنة المغلقة حتى يقوم النحل ببنائه. بعد أن يقوم النحل ببنائه في الزيارة الثانية أقوم بتحريكه في وسط عش الحضنة. أكون أنا نقلت قرص مبني جاهز، وأقول للملكة تفضلي يا حضرة الملكة، تفضلي بيضي هاي القرص جاهز عندك. فتبدأ الملكة بوضع البيض فيه، وأضيف قرص تلو الآخر إلى أن أصل بالطائفة عندي إلى 10 و12 قرص أو 13 جاهزين 100%. فبالتالي إخواني الأفاضل، عندما أستشعر أن هناك غطاء نباتي أصبح قوي، أصبح النحل لديه شروح قوي بجلب الرحيق، أبدأ هنا بتوجيه الطوائف إلى الرحيق. طبعا أخواني الأفاضل، أيضا قبل عملية التوجيه إلى الرحيق نسيت نقطة ثانية أيضا لم أذكرها لأخونا المربي المبتدئ، وهي موضوع الأمهات الكاذبة. ممكن بعض الخلايا تفقد ملكتها كون أنك أنت أخ مبتدئ وما عندك الدراية الكاملة، وتتغافل عنها وتجد أن أصبح بها أمهات كاذبة. كيف تعرف الأمهات الكاذبة وكيف تعالجها وما هي؟ طبعا أخواني الأفاضل، احنا بهذه الدردشة الليلة بدأنا مع أخونا المربي من بداية تربية النحل إلى أن وصلناه إلى توجيه الطوائف لجني الرحيق. لم يبقى أمامه بهذه المرحلة إلا عملية جني العسل. كيفية إدارة المنحل في جني العسل، كيفية التعامل مع جني العسل، هذه أمور جدا مهمة للغاية. جني العسل طبعا يكون في جني الأقراص المختومة، أو التي باخذ حوالي 80% 90%، خشية من زيادة الرطوبة في العسل. فكلما كان الجني للأقراص المختومة كاملة السداسيات يكون عنده رطوبة أقل، سهل عليه عملية الإنضاج. طبعا عدم الجني الجائر، يعني عندما أقوم بالجني أترك كمية للنحل يتغذى عليها ولا أتركه جوعان. بعد عملية الجني كيف التعامل مع العسل، وكيف الإنضاج، وكيف الفرز، وكيف التعبئة والتعليب، لا نريد أن نتطرق لها الآن، لكن فقط نريد أن نقول بعد الجني مباشرة إذا ما في عندك موسم ثاني ولا في استمداد للمراعي، تقوم بتغذية تعويضية للنحل وإعادة الأقراص المفروزة ثاني يوم كي يقوم بتنظيفها النحل. طبعا أخواني الأفاضل، لقد وصلنا إلى موضوع من البداية في تربية النحل، ووصلنا إلى فرز العسل. فبهذه الدردشة اليوم نكتفي بهذا القدر ونترك بعض النقاط للنقاش، وهذا ما لدي اليوم. إن شاء الله أن أكون وفقت، فإن كان هناك من توفيق فمن الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. وكل ما قلته كلام صواب قابل للخطأ أو خطأ قابل للصواب، وكل منا
يؤخذ منه ويرد عليه، أيضا من خلال النقاشات. لا مانع أبدا من أي أحد منكم يعدل لي أو يصوب ما قلته، ما في أي مشكلة أبدا. الإنسان فينا ليس معصوم، وكلنا نستفيد ونتعلم من بعض. حياكم الله وبارك الله بكم، وأشكركم وأشكر متابعتكم وسماعكم، وأنا في انتظار طرح أسئلة للمناقشة بهذا الخصوص. حياكم الله وتحياتي لكم جميعا وشكرا.